قبل ايام اللي قليله وقعت واحد الكارثه في مدينه اسفي. واللي خلات بزاف ديال الناس مصدومين من داكشي اللي عاشوه. فكيفاش بدا هادشي كامل وشنو اللي وقع بالضبط؟ ففي هذا الفيديو غادي نعاود لكم كلشي بالتفاصيل. داكشي علاش خليك معايا حتى الاخر ديال الفيديو. كلشي غيبدا في النهار اللي صبات فيه الشتا، واللي هو نهار الحد 14 ديسمبر. مدينه اسفي غتنزل فيها الشتا كما متوقع، والناس متعوده تشوف بحال هاد الاجواء كل عام، ولكن الفرق هاد المره كان في الكميه الكبيره ديال الامطار اللي نزلات في مده اللي قصيره، وبوتيره اللي ما مألوفاش حتى عند الساكنه اللي كانت عايشه في المدينه من سنين. قلت نعس انايا الصباح ملي فقت لقيت الماء داخل الحانوت، لقينا شويه ديال الماء الحانوت. المهم تصرفنا. المهم اليوم في الصباح انا مريض، يلا كنت غادي نتكا مع الفجر. دق عليا الوالد ديالي قال لي يا سيدي راه الماء كيدخل عليك، كيدخل الحانوت عندك، فيق. فقس حليت الباب، مع الحله ديال الباب كنلقى الماء بغزاره كثير كيدخل. في الدقائق الاولى الماء بدا كيتجمع في الشوارع، ومن بعد ومع استمرار التساقطات بدات السيول كتشكل وكتجري بقوه وسط المدينه، وقدرات تدخل الاحياء، وقدرات تجر معها كاع اللي جا في طريقها. بنادم ما حلات بالسلع ديالها وطوموبيلات ولا اي حاجه كيف ما كان الوزن ديالها. حنا شي تعويضات شي حاجه اللي اما سلعتنا اخويا مابقاش عندنا والو. انت انا اول ما حال اخويا انت شوف ما حال بقى فيه والو. سلعتي يلا مقدي، حطيت السلعه مشات كامله اخويا. هادشي اللي كان كامل اخويا. من الصبح متشردين، غدا تلقانا مريحين هنايا اخويا، ما عندناش بياسه في الماحل من غدا. من دابا ما عندنا والو صاحبي. انت والو، السلعه كامله دالبه، راس مالنا كامل ما عندناش. صابح دابا ما عندي زيرو درهم دابا. وخصوصا المدينه القديمه ديال اسفي اللي تضرات منها بزاف بحكم جهات هابطه وكتعتبر منطقه اللي منخافضه، وهادشي اللي خلى ان الدروبه ماشي غير يعمروا بالماء بل انهم يغرقوا كيف ما شفنا في الفيديوهات. ومن غير هادشي ومن خلال الهضره اللي كيقولوا الساكنه ديال المدينه بان بزاف ديال البلايص تما جاو في الطريق ديال وديان قديمه، والساكنه ديال المدينه متعودين على هادشي. غير هو هاد المره النسبه ديال الماء تزادت وولدات واحد العجز في الصرف الصحي، وهادشي اللي خلى الشوارع تعمر كلها، وخصوصا في المدينه القديمه. فراه تقريبا نسبه الماء وصلت ل2 متر فما فوق. حتى مترو باش دخل علينا الماء، والحمد لله ما حتى شي واحد، ولكن راه ما بقاش عندي علاش نريح ولا ما بقاش صالح ليا السكنه هنايا. حتى كتشوف المثل اللي نطالع هنايا مكرفس خويا، عندي الضروره بزاف. وهادشي اللي خلى مالي المحلات اولا الناس اللي ساكنين تما يتحاصروا وسط محلاتهم ولا ديورهم. فرا الوقايه المدنيه تدخلات ودارت مجهودات كبيره في ظروف اللي صعيبه، ولكن للاسف هاد الكارثه خلفات ضحايا، واللي في البدايه وصل العدد ديالهم ل 25، ومع المده وصل العدد ل 37. اش غنقول لك؟ تولينا اصدقاء ديالنا، ما لينا جيراننا، ناس كبرنا معاهم هنا في المدينه، وبقى فينا الحال بزاف اقسم بالله. هادشي من غير الناس اللي تم الانقاذ ديالهم واللي نقلوهم نيشان لمستشفى محمد السادس اللي كان في اسفي، وصل العدد ديالهم لاكثر من 14 شخص. نورمالمون اللي وصلتنا تقريبا 24 حاله، بقات عندنا في داخل المستشفى 18 اللي عندنا الان، فيهم 2 في الانعاش و16 في لي سيرفيس، والبقيه راه مشات للمنازل ديالها. هاد الحادثه اللي وقعت في مدينه اسفي كتعتبر كانذار ولا اشاره، حيت الا ما تمش تجهيز البنيه التحتيه على اكمل وجه نفس السيناريو غيبقى يتعاود كل مره. فراه الشتا ديما غادي تبقى تنزل، والا بقى كلشي بنفس الحال ديما ما غيكونوا خسائر. فهادشي اللي وقع في هاد المدينه خاصو يكون كدرس باش المدن تكون اكثر جاهزيه، وباش الارواح ديال الناس ما تكونش هي الثمن ديال كاع هادشي. فالمهم كنكونوا هنا وصلنا للنهايه ديال الفيديو. فاخر حاجه غادي نقولوا هي الله يرحم الناس اللي ماتوا والله يصبر عائلاتهم. فكان هذا هو الفيديو ديالنا، كان معكم الفا، ونتلاقاو في الفيديو الجاي.